والناس معنا القصه ديال بن حمد، داك السفاح اللي قتل 3 ديال الناس وشوى الكبده ديال واحد. مشات الصحافه تما وجمعت لينا تصريحات اللي صدماتنا، تصريحات ديال واحد السيد قتل وقرد وسلخ اللحم على العظم وجمع داكشي في ميكات وخواه في الطواليت اللي خدام فيه ديال الجامع. ولكن انا هنا اليوم عندي لكم واحد المشهد اللي غيروعنا اكثر، ولكن هو واحد المشهد اللي كنعيشوه يوميا، غير ما رديليش البال. في جميع السبيطارات اللي عندنا في المغرب فقط 10 ديال السبيطارات اللي عندهم سيرفيس ديال الامراض العقليه. عندنا 343 طبيب متخصص في الامراض العقليه، فقط 47 منها اللي خدامه في القطاع العام. العدد الاسره هو 1451. الميزانيه ديال وزاره الصحه 2% فقط منها كيمشي لهاد المستشفيات متخصصه في الاضطرابات العقليه. قانون المؤطر لهاد السبيطارات كيرجع ل 1959، قانون كيرجع لما قبل المسيره الخضراء. هاد قانون الاطار هو قانون منظم اللي كيقاد لنا الارضيه التنظيميه ديال العلاقه ما بين الدوله والمجتمع والمرضى. لان المرضى هاد القانون كيحميهم، كيعطيهم الحقوق ديالهم، كيعطي وسائل تنظيميه للدوله الحق ان الا كان واحد السيد كيتعتبر خطر على المجتمع ممكن ان واحد الطبيب يشوفه ويشوف هل فعلا هاد الخطوره ديال هاد السيد هذا ناتجه على امراض عقليه ولا لا. من الجانب الطبي النسبه ديال المرضى اللي كيكونوا عنيفين كيكونوا قليل بزاف، وماشي اي واحد عنده اضطرابات نفسيه او عقليه فهو راه عنيف وخطر على المجتمع. النوع الاول وهو اللي كنشوفوه عند المرضى اللي عندهم الانفصام، اللي عندهم السكيزوفريني، اللي عندهم البسيكوز. يعني انا عندي واحد المريض اللي كيشوف الخطر داير به وهو فقط كيتخيل الخطر لديك الهلوسه بواحد الطريقه عنيفه للدفاع على راسه. النوع الثاني هو النوع اللي كنشوفوه في الاضطرابات ديال الشخصيه، وهادو هما الخطر الحقيقي، هو انه ما كيحسش بالشفقه، هو انه الا شاف واحد السيد كيموت قدامه ما كيحس بوالو، عادي جدا انه يشوف واحد السيد كيعاني قدامه. وهاد الناس هادو اللي كنقولوا عليهم لي بسيكوبات، يستمتع بالمعاناه ديال الاخر. النوع الثالث واللي هو اللي كثير بزاف ولكن اقل خطوره اللي كنعتبروا العنف فقط هو اعراض من اعراض المرض. يعني الناس مثلا اللي هما اندفاعيين، اللي هما عصبيين، في الدماغ ديالنا عندنا بعض المراكز اللي كتحكم في هذه العاطفه، لو بريفرونتال اللي كيخليك تكالما وتعطيك واحد المنطق. لي زاميغدال اللي قلنا جاو لداخل ديال لوب طومبورال اللي جاو هنا، وهاد البلاصه من الدماغ هي العنيفه، هي اللي كتعطينا العنف.